بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نكمل إن شاء الله كده سلسلة فيديوهات ملهاش لازمة بس ليها لازمة، ونكمل مع بعض. صلى على النبي. قال لك زمان إن أنا ما ينفعش إن أنا أقسم رقم على صفر، بس برضه في نفس الزمان اللي هو قال لك فيه إن ما ينفعش أقسم على صفر ما قالكش ليه. فإحنا النهاردة كده مع أخوه هنيجي هنتعلم ليه ما ينفعش ان انا اقسم على صفر. بس الاول كده بالراحه كده واستهدى بالله وصلى على النبي. اللهم صل وسلم على محمد عليه الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. دلوقتي يا حاج لو انا قلت لك 8 على الاثنين هتقول لي فيها كام؟ والله يا عم 8 على الاثنين فيها الاربعه، هقول لك قشطه صح. طب لو قلت لك مثلا 9 على الثلاثه هتقول لي 9 على الثلاثه، 9 على الثلاثه فيها الثلاثه، اقول لك قشطه صح. طيب 8 على الاثنين ليه فيها الاربعه؟ هو ايه اللي فيها الأربعة يا عم؟ هي محفوظة كده، احنا حافظينها جدول الضرب كده، 2 في 4 ب8، يبقى 8 على 2 فيها الأربعة. ماشي صح. بص بقى، عملية القسمة ديت هي عملية طرح متكررة، وعملية الضرب هي عملية جمع متكررة. يعني ايه الكلام ده؟ بص، أنا بفضل آخد من التمانية ديت 2 لحد ما أوصل للصفر، وبشوف أنا أخدت منها كام 2 واحدة واحدة. صلى على النبي. دلوقتي انا لو اخدت من التمانية ديت 2 يبقى انا بقى معايا كام؟ بقى معايا 6. طب لو اخدت من الستة ديت كمان 2 يبقى انا بقى معايا كام؟ بقى معايا 4. طب لو اخدت من الأربعة ديت كمان 2 يبقى انا بقى معايا كام؟ بقى معايا 2. طب لو اخدت من الاتنين دي كمان 2 بقى معايا كام؟ بقى معايا صفر. هو ده الرقم اللي انا عايزه؟ اه. يبقى انا كده اخدت كام 2؟ اخدت 4 اتنينات. هي دي عملية القسم، اللي هو التكرار بتاعي دوت بشوفه بكام. مش فاهم؟ خلاص تعالى ندخل على ديت. انت قلت لي ان 9 على 3 فيها التلاتة، حلو الكلام. انا هشوف انا هاخد من التسعة ديت التلاتة كام مرة. انا لو اخدت منها اول 3 هيتبقى كام؟ من التسعة اتبقى 6. طب لو اخدت منها تاني 3 هيتبقى كام؟ من الستة، مش من التسعة بقى، من الستة هيتبقى كام؟ هيتبقى 3. طب لو اخدت من التلاتة اللي هي متبقية ديت اخدت منها 3 هيتبقى كام؟ هيتبقى صفر. لقيت ان التلاتة بتاعتي دي اتكررت كام مرة؟ متكررة 3 مرات. اه، يبقى التلاتة دوت هو الناتج بتاع الاسم. تاني صلى على النبي. لو قلت لك مثلا حاجة بسيطة، 4 على 2. 4 على 2 كلنا عارفين إن هي فيها الاتنين. حلو. تعال نطبق بنفس المبدأ. أنا هبدأ آخد من الأربعة 2. آسف بس أنا مسح ديت. اللهم صل وسلم على محمد. أنا هبدأ آخد من الأربعة أول 2. متبقي كام؟ متبقي 2. فرحت أخدت كمان 2. اتبقى كام؟ اتبقى صفر. لقيت إن الاتنين بتاعتي دي متكررة كام مرة؟ متكررة مرتين. المرتين دي هي ديت الناتج بتاع الاسم. تمام. يبقى أنا فهمت إن الاسم ديت إن أنا باجي وباخد من الرقم اللي فوق دوت الرقم المقسوم عليه وأشوف أنا باخده كام مرة. تمام. طيب لو أنا بقى جيت دلوقتي قلت لك 6 على الصفر. حلو. شوف أنت دلوقتي هتبدأ تاخد من الستة ديت، هتبدأ تاخد منها كام صفر؟ حلو. عشان الناتج يبقى بصفر. هتلاقي ان انت لو اخدت مليار صفر، دشليار صفر، اي صفر في الدنيا، خد اي عدد هيفضل برضه الناتج 6، عمره ما هيوصل لصفر. ليه؟ لان انا ما باخدش حاجه من الستة، ما انت بتاخد منها صفر كانك ما بتاخدش منها اي حاجه. تاني، احنا اتفقنا مع بعض ان مثلا خلينا نيجي نقول مثلا 8 او اي رقم تاني، ان 12 مثلا. 12 اللي انا بكتبه ده، لا اله الا الله، بسم الله. ان 12 على الستة بتساوي 2. قلنا ازاي؟ انت جيت قلت لي ان انا هفضل اخد من ال 12 ديت 6 لحد ما اوصل للصفر. لما اخدت اول 6 انا كده وصلت للستة بس. طب رحت اخدت كمان 6، اه يبقى انا كده وصلت للصفر. حلو، يبقى انا عايز الناتج النهائي بتاعي يبقى بصفر. طيب تمام. لو جيت دلوقتي قلت لك 12 على الصفر هتقول لي بص انا هاخد من ال 12 ديت كذا صفر لحد ما اوصل للصفر. خلاص يا عم، لو انت تعرف تاخد من ال 12 عدد من الاصفار لحد ما توصل للصفر يبقى هو ده الناتج. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لو اخدت 5 اصفار هل هتوصل للصفر؟ لا. خدت 6 اصفار، خدت مليون صفر، خدت سالب مليون صفر، برضه عمرك ما هتوصل للصفر. عمرك ما هتوصل لاي رقم غير ال 12.
عشان كده انا لما باجي بقسم على الصفر، فالعمليه ديت لما انت تيجي تعملها على الاله هتطلع لك بيرو. فهمت ليه بتطلع لك بيرو يا حاج؟ لان انت لما بتيجي تقسم على الصفر عمرك ما هتوصل للصفر. طب انا بوصل للصفر ليه؟ لان هو دوت مفهوم القسم. مفهوم القسم ان انا بفضل اخد العدد اللي هو المقسوم عليه، اللي هو العدد اللي تحت دوت، من الرقم اللي هو المقسوم عدد من المرات لحد ما اوصل من الصفر. وعدد المرات ديت هي عبارة عن ناتج القسم. تمام تمام. اتمنى تكون فهمت، واتمنى اكون انا فدتكم. اخوكم بسام. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.